هدف واحد بس: ازاي البيزنس ده يكسب اكتر. بص، كصاحب بيزنس محتاج شركة تسويق لازم تركز قوي في المعلومة دي. ميز كويس قوي الشركة اللي هتشتغل معاها دي شركة ماركتينج ولا شركة سوشيال ميديا. طب ايه الفرق؟ شركة التسويق بتكون كيان كبير، الفريق اللي فيها مقسوم لجزئين. اول جزء في الفريق بيكون ناس استشاريين سواء في البيزنس او التسويق او حتى تطوير الاعمال، ودول بيكون دورهم ان هم يحطوا الخطوط العريضة ويحطوا الاستراتيجية والخطة اللي هيمشي عليها البيزنس، وكمان يقولوا لنا ايه الخطوات العملية اللي لازم ناخدها. من الاخر الاستشاريين دول هم اللي بيحطوا الاساس لاي خطة تسويقية، وبيكون قدامهم هدف واحد بس: ازاي البيزنس ده يكسب اكتر. النص التاني بقى من الشركه دول بيكونوا فريق تنفيذي اللي هم من اول الاكونت مانجر والكونتنت تيم والجرافيك ديزاينرز والميديا بايرز. بص، من الاخر الحاجات اللي هي كلها كرييتور، اديتور، مانجر وهكذا. كل ده بقى بالنسبه لشركه التسويق، ده لو هي ماشيه بما يرضي الله يعني. النوع التاني من الشركات بقى هي شركات السوشيال ميديا، ودول غالبا بيبقى عندهم النص التاني من الفريق بس، الناس اللي مسؤوله عن التنفيذ، ودول هيساعدوك ان المحتوى بتاعك يكون مختلف، الصوره يبقى شكلها حلو، وانك كبزنس تتشاف بشكل احسن. بس خلي بالك مش بيكون فيها عقليه تسويقيه قادره تلم كل العناصر دي مع بعض. طيب هل في حاجه احسن من التانيه؟ لا، الاتنين كويسين عادي حسب وضعك وحجمك وانت محتاج ايه بالظبط. يعني لو هدفك هدف على المدى البعيد زي ازاي تزود حصتك في السوق، يبقى لازم النوع الاول طبعا، وده في حاله انك ما عندكش فريق تسويق داخلي او استشاري بيتابع معاك. اما لو هدفك انك تعمل كامبين سريعه او نجاح لحظي وشويه دوشه على السوشيال ميديا، فالاتنين ينفعوا عادي. بس كده، دي كل حاجه انت محتاج تعرفها وانت بتتعامل مع شركه التسويق. ولو عايز تعرف معلومات اكتر ما تنساش تعمل فولو واعمل سيف للفيديو ده، عشان وانت بتشتغل مع شركه تسويق المره الجايه يبقى معاك ريفرنس كامل.